فين اختك؟ لا سيبك منها، دي لسعت خالص. ربنا يهديها. دلع، هات امك، هتعدلي عليا يا بت وتعملي فيها شيف؟ ده انا اللي معلماكي. بهزر معاكي يا اموله. هو انت في حد في العالم بيطبخ احلى منك؟ ايوه كده اظبطي. ظبط. بابا فين؟ في البلكونه، روحي ندهيله بقى جعد. قلبي بيقول لي وانا قلبي دليلي ان في حاجه الراجل الطيب القمر العسل ده مخبيها على بنته. مفيش حاجة يا بنتي، ما تشغليش بالك. لا، طالما هنا اتقبض يبقى في حاجه. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي مزعلك؟ الأرض السنة دي مرضانة، ولا نافع فيها سماد ولا علاج، والمحصول اللي هيطلع منها مش هيكفي مصاريفها، وعشان نعالج التشوه ده محتاجين وقت ومجهود كبير قوي. بس كده وقعت قلبي. ده انا قلت في حاجه كبيره. قد ايه المجهود ده يعني؟ اقول لك، انا هاخد البت ولا غصب عنها والبنات اللي معايا في الشغل، وكل واحده فينا تمسك فاس وننزل في الارض وفين يوجعك لحد بقى ما المرض ده يقول حقي برقبتي ويسيب الارض ويهرب. المهم انت ما تزعلش نفسك واعرف ان وراك بنات جدعان. ده فداك الدنيا وما فيها والف محصول تحت رجلك. ده كفايه انك قاعد وسطينا وبخير، ورب الخير ما بيجيبش غير الخير. حنيتك عليا دي هي اللي بتقويني وتصبرني يا بنتي. احنا اللي بنقوى بيك، والحنيه دي احنا متعلمينها منك. تعرف انا شاكك في ايه؟ في ايه؟ في انك تكوني انت اللي بنتي، وولاء دي بنت اختي الله يرحمها. لان حنيتك عليا دي انا ما بشوفهاش منها، حاسس ان ولا في دماغها. عارف يا بركات، لو جبت تاني سيره ان انا بنت اختك هعمل ايه؟ انا هبطل اقول لك يا بابا. ايه رايك بقى؟ خلاص يا ستي، قلبك ابيض بقى. انا بتكلم على اساس ان انت تعبه نفسك طول الوقت، بتشتغلي ليل ونهار، بتجهزي نفسك وبتجهزيها معاكي في الوقت اللي هي تحس فيها انها ماشيه في نور الله. ماشي في نور الله، ادعي واقول يا رب يا رب. بتحب يا بركات، وراها مراقبات لازم تدعي ربنا ينور بصيرتها. مش فاضي، بس انا فاضيالك ما تقلقش. ده المحامي بتاع الارض بتاعتك بيقولوا ان هيجي يقابلني بالليل. يا رب. يا بابا انت لسه ما فقدتش امل في الموضوع ده؟ افقد امل ليه؟ والله لو 100 سنه هفضل ورا القضيه دي لحد ما ارجع لك ارضك تاني.